ايوه. في حاجه حصلت لازم ابلغك بيها. ارغي. النهارده في بنت جت الشركه واتخانقت مع مدام يسرا. بنت مين؟ مهدي بيه مش أول مرة يتعامل معانا وعارف نظامنا كويس. مفهوم طبعا، وعشان كده انا قلت اقابلك الاول عشان ما اعملش اي احراج لحد. الوضع بس المره دي مختلف شويه، احنا محتاجين نطلع مبلغ كبير بره البلد، فاعتقد نسبه 40% هتبقى كتير شويه، فانا بقترح نخلي النسبه 30%. أنا آسف يا محسن. محسن، إحنا ما بنفصلش ومهدي بيه عارف كده كويس. في ناس كتيرة ممكن تاخد نسبة أقل مننا، لكن خالد السحارتي ما بيغيرش نسبته أبدا. دي حقيقه، دي معروفه عن خالد بيه. بس مين قال لحضرتك ان احنا عايزين خالد بيه هو اللي يطلع لنا الفلوس بره البلد؟ أمال أنت هنا بتعمل إيه؟ انا هنا عشان عايز اتعامل مع مراد بيه، مش مع خالد بيه. قبل ما حضرتك تقول اي حاجه، انا عارف ان الوضع محرج ومحتاج تفكير، فعشان كده قلت احاول. عامة مهدي بيه هيرجع من السفر كمان كام يوم، ساعتها حضرتك تقدر تحدد إذا كان يقابلك ولا يقابل خالد بيه. استأذنك يا فندم. لا انا ما اقدرش اقول لمراد كده، انا بخاف منه اكتر من خالد نفسه. انت هترجع في كلامك يا مهدي ولا ايه؟ خلي بالك انا مش هزود جنيه واحد على اللي اتفقنا عليه. مش مساله فلوس، بس مش منطقي اقول لمراد كده. مراد ده انا بقول له يا مراد بيه، وعمري ما عملته على انه سكرتير. لا ثقة ماشي. طب أنا عندي حل. أنا ممكن أروح لمراد وأقول له الكلام ده على أساس إن أنت اللي بعتني. طب انت هتعرف تعمل ده ولا هتصغرنا؟ بس مهدي بيه لما تقابل خالد لازم تقول له اللي إحنا اتفقنا عليه. قلت إيه؟ كان كده ماشي. أيوة، لما أنا لسه نازل من عند مراد. طب حلو، الدنيا مشيت ازاي؟ الحمد لله الدنيا مشيت تمام. أنا بس مش كويس. طب تعالى نتقابل في البيت. ماشي.